ازيكم عاملين ايه؟ هنكمل ان شاء الله كتابة التست كيسز لبقية الويب سايت يعني. احنا كنا في السيشن اللي فاتت كنا كتبنا للوجن. انا بس يعني عاوز اضيف حاجة، اللي هو انا في حاجة تقريبا نسيت ان انا اقولها، ولسه فاكرها دلوقتي حرفيا وانا بفتح اسجل. لسه يعني انا لسه فاكر ان انا اقولها، اللي هي بتاعة السيف الباسورد. يعني ان انت لما بيبقى في زرار كده هي بتعلم عليه صح او غلط ان انت بتسيف. يعني مثلا لو ضغطت عليه المفروض لما اجي اعمل لوج اوت يبقى الحاجه معموله سيف. فما تنساش يعني انت ان شاء الله تبقى لو انت بتست يعني انك تضيف التست كيس دي يعني. تمام، نبدا نكمل. احنا خلاص قلنا ان ده خاص باللوجن، نسميه اللوجن. خلاص هبدا اضيف واحده جنبه هنا كده اسميها مثلا خاصه بيه، نفتح مع بعض الويب سايت. طبعا احنا قلنا ان اليوزر ستوريز انت هيبقى عندك يوزر ستوري مفصله، هتبقى شارحه كل اللي قدامك ده. يعني مثلا هتبقى في يوزر ستوري بتتكلم عن الاوفرز، عن الاوردرز، عن الفيفوريت، عن السيرش، عن الهوم بيج عامه. فخلينا احنا كده ايه نتكلم مثلا ناخد يوزر ستوري وليتس سي هي بتشرح لك الهوم بيج يعني اللي قدامنا دي كلها مثلا. هي بتشرح دي بكل اللي فيها، يعني هي هتشرحها هي كلها بكل اللي فيها بقى. ماشي، هنكتب هنا هوم بيج، هوم بيج. ناخد بس يعني الحاجات اللي احنا عاملينها هنا دي كوبي بس كده، عشان ما نرجعش نعملها تاني. ماشي، تمام ماشي. دي بقى يوزر ستوري رقم 2. احنا كنا قلنا دي كانت خاصة بيوزر ستوري رقم 1. خلاص دي يوزر ستوري رقم 2. ده تيست كيس رقم 1 بقى معايا، تيست كيس رقم 1. طيب نرجع بقى للويب سايت بتاعنا. هو عبارة عن ايه الويب سايت عندنا؟ هو عبارة الهوم بيج، عبارة عن ال العنوان بتاعي زي ما انت شايفه فوق هنا اهوت. عبارة عن في حاجة اسمها او تابة اسمها الاوفرز، الاوردرز اللي انت طلبتها، الفيفورت، السيرش، اللوج اوت. ده المفروض ده ديسكريبشن بسيط عن الابليكيشن. في عندي حاجة اسمها دي اللي هي يعني دي المفروض يعني دي اللي يعني انت ممكن تعمل سورت بيها. هنا برضو انت ممكن تعمل باللوست وهايست والهايست ولوست والكلام ده كله. هي عندك المنتجات ذات نفسها كلها موجودة قدامك يعني. بس هي صفحة البيج وايه والعربية بتاعتك، هي صفحة البيج عبارة عن كده فقط. بس ممكن تلاقي تحت مثلا حاجات زي اللي هو ايه، يعني اللي هو انت لو عاوزين يبعتوا لك مثلا الاوفرات او اي حاجة زي كده. طيب هنتست الصفحة دي ازاي؟ بص خد بالك في حاجة معينة. آه في حد ممكن يبقى عنده، يعني ممكن تجيلك يوزر ستوري موجودة فيها الهوم بيج وفيها كل حاجة. يعني فيها مثلا ايه، فيها ان انت شاملة بقى كل حاجة، شاملة ان انت ممكن تدخل على الايتم وتعرف التفاصيل بتاعته وكل حاجة من الحاجات دي كلها. بس احنا مش هنعمل كل ده، احنا هنعمل اللي قدامنا. احنا مش احنا بص احنا مش هنكون مطالبين بأي حاجة غير اللي قدامنا. يعني صفحة الهوم بيج دي انا ماليش علاقة لو انا دخلت على الاوردرز انا هلاقي ايه. انا بس كل اللي انا محتاجه، كل اللي محتاجه ان الاوردرز دي تفتح بس. انا مش محتاج حاجه تاني، يعني انا مش محتاج اي حاجه تاني. تمام، احنا بنتكلم ان ايه، انا بكون عندي صفحه الهوم بيج دي، انا ماليش علاقه باي حاجه الا صفحه الهوم بيج دي. ماليش علاقه باي حاجه الا الصفحه دي. انا مثلا عندي الاوفرز دي، كل اللي مطلب مني هي شغاله ولا لا، هي بترفلكت اليوزر او سوري بتري دايركت اليوزر على صفحه الاوفرز ولا لا. تمام، يبقى ده كل المطلوب مني. مش مطلوب مني بقى انا هلاقي ايه جوه الاوفرز او هلاقي ايه جوه الاوردرز او هلاقي ايه جوه مش عارف ايه. انا عاوز بس الصفحه دي. فنبدا الديزاين بقى ناخدها واحده واحده، يعني ناخدها ايه واحده واحده. انا ممكن اقول لك تيست كيس حلو خالص، يعني بدل ما اقول له تشيك مش عارف ان الاوفرز شغاله والاوردرز شغاله، لا انا هقول لك مثلا ايه. تعال نكتب كده الديسكريبشن بتاع اول تيست كيس. verify verify that all
هنكتبها ايه؟ نقوله verify. احنا عاوزين نقول ان احنا اللي ان مثلا اللي حاجه زي الاوفرز دي شغاله والاوردر ممكن اقوله verify that uh, that all pages on header او توب بيج او في المكان ده يعني is clickable and works correct. انا بفكر معاكم حرفيا، انا لا مجهز تيست كيسز ولا اي حاجه، وبرضه بحاول افكر بسرعه عشان ما ناخدش وقت. انا هقول له انا عاوز اتاكد، وبص بقى هقول لك ايه. تيجي تعمل حركه حلوه قوي كده، تقول له مثلا انا قصدي على الاوفرز وقصدي على الاوردرز سوري اوردرز وايه و اي حاجه عندي في الصفحه هنا، لو ده معايا لو دي معايا لو اي حاجه تانية عندي انا محتاج اضغط عليها، دي انا اخد لها تيست كيس لوحدها. انا عاوز اتاكد ان الحاجات دي ايه هي كليكابل، يعني اتاكد ان الحاجات اللي عندي دي كلها ايه كليكابل. فانا بكون عاوز اتاكد ان هم بس فقط شغالين بس، لكن كل واحده منهم بيبقى ليها يوزر ستور لوحدها، لان كل حاجه من دول جواها حاجات بقى احنا هنطلع لها تيست كيس تانية. تمام تمام. خلاص ده اول تيست كيس بس هنكملها. هنقول ان هي يعني نكبر دي بس عشان تبقى يعني شاملاها كده عشان تبقى واضحه قدامنا. طبعا دي بالانجليزي والعربي طبعا. البيورتي بتاعتها هاي. التست داتا هتكون طبعا محتاج زي ما قلت لك عشان بس ما نضيعش وقت، محتاج فاليد ايميل فاليد باسورد. بس التست داتا ما تشغلش بالك بيها قوي، يعني طول ما انت عارف انت ايه الداتا اللي عندك خلاص. الستبس بقى ماشي. هقول له open ويب سايت او جو تو، عشان بس احنا ايه جو تو ستاك ديمو. بعدين انتر انتر valid email and password. verify pages اللي احنا قلناهم offers والى ايه الى اخره زي ما احنا ايه. تمام. verify pages دي خلاص ماشي انا كده تمام. ايه الاكسبكتد بتاعي؟ الاكسبكتد بتاعي expected that all pages is clickable and redirect to correct page. correct page دي معناها ان انت هي بتريدايركت لصفحتها. يعني انا بدخل على الاوفرز بيجي لي الاوفرز، بدخل على الاوردرز بيجي لي الاوردرز يعني. فاهم؟ آه بص عشان في بقى نقطة مهمة ممكن حد ايه يحصل كونفليكت فيها السكرين شوت. آه انا يعني انا كمحمد يعني انا سكرين شوت بالنسبة لي في التست كيسز، يعني انا ما يعني شايف ملهاش لازمة صراحة. هي سكرين شوت موجودة في يعني ممكن حد يقول لك هي فاليد، يعني في ناس بتحب كده صراحة، في ناس بتحب، في مديرين بيحبوا كده وفي مدير لا. انا من نوعية الناس اللي ما بحبش السكرين شوت فين
بس انا حطيتها يعني عشان تبقى معلومه عامه. سكرين شوت في الانفاليد، هتيجي انت بعد ما انت تقول لي هي انفاليد هتحط لي سكرين شوت تثبت لي اللي هي انفاليد. ولو فاليد، بس انا بقول هي بالنسبه لي انا عاديه ليه؟ لان انا كده كده هي لو فاليد خلاص هي باص، مش محتاج اثبت لك ان هي باص، هي باص كده كده. بس في ناس بتقول لك لا انا عاوزك تحط لي سكرين شوت على الفاليد والانفاليد. يعني لو عندك تيست كيس باص حط لي سكرين شوت اثبت لي ان هي باص. لو عندك تيست كيس فيلد اثبت لي برضو. خد بالك انا بقول لك ليه هي مالهاش لازمه ليه؟ لان انا كده كده لو هي فيلد انا كده هرفعها في البج. يعني انا هروح ارفع مليون في المية لازم ارفع سكرين شوت في البج. بس في ناس بتحب بقى ايه تبقى كل حاجه بيرفكت 100%، يقول لك خلاص لا انت عندك تيست كيس باست اثبت لي ان هي باست وخد لي سكرين. فده طبعا مجهود كبير، لان انت هتضطر ترفع على كل تيست كيس هتعملها تاخد لها سكرين شوت وهتحطها. ما دام حطيت لك الخانه دي يبقى عاوز للباست والفيلد. الاكسكيوشن هنا لو باست هتحط، لو فيلد هتحط عادي. تمام. بس انا بقول انا ما برجحش النقطه دي ليه؟ احنا برضو عاوزين نسيف تايم برضو عشان ايه؟ نشتغل اكتر ويعني توفير الوقت ده من ضمن العوامل المهمه اللي موجوده. يعني لان الحاجه لو باظت خلاص هي باظت، يعني هي شغاله. ف دي بس تنويه يعني ما حدش يقول انا عمري ما شفت سكرين شوت في التست. لا، في سكرين شوت في التست كيسز عادي بتتحط، وفي ناس ما بتحطش على حسب يعني. ماشي. وبعد كده خلاص كده خلاص ايه، خلصنا اول تيست كيس. ماشي. نرجع تاني للصفحه. في نقطه مهمه عشان انا تقريبا قلتها قبل كده كتير في السيشنز اللي فاتت. انت ممكن يبقى معاك يوزر ستوري تكتب منه تيست كيسز ومعاك دي عادي. دي انا بعتبرها بالنسبه لي كده دي فيجما، ده ديزاين، ده مش الابلكيشن. ماشي. خلاص. يبقى حاجه خلصنا من الجزئيه دي. بس كده بس كده انا بس مش يعني مش مع انا مش عاوز اللي هما بس ايه شغالين بس بس كده مش عاوز هما جواهم ايه اللي بيحصل بقى. تمام. السيرش نفس النظام. انا ممكن اضيف لك هنا السيرش على فكره. يعني ممكن اضيف لك ان يعني لا يعني ممكن تضاف معاهم. بس انا احط لها حاجه لوحدها لان طبعا لا يعني السيرش هتعوز شويه. بس انا بقول لك كده ليه برضو؟ عشان بيبقى في يوزر ستوري للسيرش. شوف، ما انا بقول لك خد بالك الهوم بيج دي يعني بتبقى انت بتتاكد ان الهوم بيج بس بتعرض لك الحاجات صح. لكن يعني انا ممكن اضيف هنا السيرش واقول له السيرش هو شغال ولا لا، كليكابل ولا لا، بس كده. ده اللي انا عايز اعرفه. يعني ابحث عن اي حاجه شغاله خلاص. لان بص، لان لو مفيش للسيرش يوزر ستوري لوحديها خلاص انت يعني طلع كل حاجه فيه. بس ما دام هو هيبقى ليه يوزر ستوري لوحديها واحنا نكتبها مثلا مع بعض ان شاء الله، خلاص يبقى انا ممكن عشان بس نوفر وقت على بعض اقول له مثلا ايه هي دي من ضمن السيرش. السيرش من ضمنهم. تمام. ماشي. تمام. نيجي بعد كده ندخل على السورتنج. دي بقى مهمة. دي ما يعني انا شايف انا مش هحط لها طبعا يوزر ستوري لوحدها، هي ضمن الهوم بيج يعني. ان انا الفانكشناليتي بتاعت السورتنج. بص هو هنا افهمها الاول. هو انا عاوزك ايه؟ ممكن تبحث بالسامسونج بس فهو هينزل لك السامسونج، او بالوان بلس فهينزل لك السامسونج وتخفي السامسونج وبعدين تسيب الوان بلس بس، او الجوجل وتخفي تسيب الجوجل فقط، او الابل بس وتخفي الجوجل، او ممكن تبحث بالاربعه فيظهر لك الايه الاربعه. تمام. هي دي كل البحث بتاعها. يعني دي حاجه سيمبل قوي وبسيطه قوي. هنعملها تيست كيسز طبعا. هنيجي نقول مثلا ايه تيست كيس رقم اتنين. تيست كيس رقم اتنين هنقول له ايه بقى؟ فيريفاي. خد بالك عشان لسه هكمل. مش كل حاجه لازم اطلع لها 100 تيست كيس. يعني انا عندي قبل ما اكتب الفيريفاي انا عندي دلوقتي السورتنج. يعني السورتنج ده بسيط جدا. هو عباره عن انت يا اما تشوز الابل لوحده او السامسونج لوحدها، السامسونج، او تختار الاثنين او ثلاثه مع بعض او. فانت بتقول انا عن نفسي فيريفاي. يعني ممكن يعني هقول لك اهو verify functionality of sorting. بس كده. انا بالنسبه لي كده انا كده كفرت السورتنج. بس كده. بس كده انا بالنسبه لي انا بس كده. ليه؟ لان السورتنج ما فيهاش يعني ما فيهاش لعب كتير.
خلاص هو يا اما هسلكت الاربعه ويظهر لي الاربعه. ما خد بالك انت بقى، ما تقول لي فيريفاي فانكشن اوف سورتنج، انت وانت هتست لازم تبقى عارف ان انت هتفيريفاي كل حاجه فيها، ان هي اول ما بضغط. خد بالك ان انت يعني هقول لك على حاجه. انا قبل عندي 9 برودكت. سامسونج لوحدها كام؟ 7. طب 9 و7 16، يبقى هو بيعد صح. اعدهم، هم فعلا 16 ولا مش 16؟ ما يمكن يبقى فيها حاجه غلط. فهي دي السورتنج عامه. يعني السورتنج هي دي الاثنين دول، اللي هو ال 16 برودكتس فاوند دول خاصه بالسورتنج. انا ممكن عشان بس ايه، يعني الحته ديت فيريفاي فانكشن اوف سورتنج، وهزود عليها تيست كيس تانية عشان بس بيتفرج لو لسه اول مره، طبعا انت لسه اول مره تختلط بالموضوع ده، عشان ما تبقاش مستسهل ايه كل حاجه. نفس ال نفس الستبس، هنقول فيريفاي functionality of sorting، هنقول expected sorting works correct and show only selected items. ماشي تمام. حاجه بقى اقول لك ايه، انا عشان بس ما اسهلش عليك الدنيا قوي وتستبسط الدنيا، لا انا هاجي اقول لك ان انا كده ايه، والله السورتنج شغال، قبل بتضغط عادي بيظهر 9 كده، زود لي 15 كده، جوجل كده موجود. هقول له ايه، سوري، هقول له فيريفاي بقى تيست كيس تانية تبع السورتنج بقى، عشان تبقى انت ايه، لان في ناس ممكن ما تاخدش بالها من الحتة دي. عادي، هو يتشيك كده بس ان في حاجات بتظهر، في حاجات بتلعب وتغير قدام. لا هقول له فيريفاي result of sorting، او verify هقول له ثانية verify numbers of items with result of sorting. يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا عاوزك تفرفي الرقم بتاع العناصر ده مع الريزلت بتاع الصوتي. ماشي، يعني ايه؟ يعني انا قلت له انا عاوز اقابل بس. طب قال لي كام؟ 9 بروتين، عدهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9، صح كده؟ طيب انا قلت ابل وسامسونج، ولا قلت سامسونج فقط؟ كام؟ 7. 4 و3 7، خلاص صح. طب انا قلت ابل وسامسونج. خد بالك برضو يعني ماشي. ماشي، انا لسه هقول لك حاجه بس برضو، يعني لسه ايه، سوري. ماشي، هقول له ميديم. انا شايفها ميديم الصراحه. هقول له طبعا فيريفاي، طبعا برضو هقول له فيريفاي. انت ممكن تحط العنوان في اخر ستيب عادي، يعني اخر مرحله، ان انت هتفيريفاي النمبرز اوف ايتم مع السورتنج. تمام. expected expected that number of items match with result of sorting. خد بالك، عشان ممكن حد يقول لي طب ما انا ممكن اعمل تيست كيس اقول له لما اضغط قبل ومش عارف ايه. ما هو ما انا في ما تنساش دي بس، لان هو مش معنى اقول لك فانكشناليتي يبقى هما بكليكابل بس. لا طبعا، انت فانكشناليتي دي وظيفتها بتعمل ايه. يعني انا بقول لك دي جنرال كيس، بس انا حبيت ان انا اعمل اللي تحتها عشان بس ايه، لو يعني عشان انا قلت اقولها عشان ما حدش ينسى ان هو يتستها. تمام.
تمام. خلاص، يبقى انا كده قلت له ايه؟ functionality of sorting. خلاص قلت له ان انت verify النمبر مع الريزلت. خلاص يبقى انا كده حته الرقم اللي فوق ال 16 ده انا عديته طلع تمام. لو ضغطت مثلا مش عارف كذا وعديت هيطلع ان شاء الله تمام، برضه جوجل هيطلع تمام. طب لو شلت واحده بقى 22. هو دي functionality of sorting. انا بالنسبه لي كده انا ما يعني خلاص انا اللهم صل على النبي، كل السورتنج بالنسبه لي خلاص كده. ممكن بقى اقول السورتنج ده يعني طبعا، ما هو طبعا السورتنج طب برضه يعني هو ده برضه تبعه يعني، مش بس اللي على الشمال اللي على اليمين برضه. حاجه اقول له تيست كيس رقم 4 verify functionality of order by. هاي نفس القصة. expected that select expected. على فكرة مش يعني مش لازم كلمة expected، عشان بس انا بحب اكتبها كده. بس هو لو هقولك when user select lowest to highest or العكس يعني or highest to lowest the result should match. تمام، الريزلت بتاعتي المفروض تماتش الحاجات اللي انا مثلا دلوقتي انا اخترت ايه. دلوقتي انا مش مختار حاجة. تمام، لو عاوز اقول له مثلا lowest to highest هجيب لي 429 99 549 649 699 799 800 900 1099 1000. هو جايبها صح يعني، جايب لي من الأقل للأعلى. طب أنا عاوز من الهايست تو لوست. خلاص جابها من الأعلى أهي. فضل ينزل 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 لحد ما جاب 429 دولار. تمام كده، يبقى احنا كده ايه في التمام. بس ده يعني ده اللي انا عاوز ايه اعمله. وبعدين أنا كلمه سيلكت دي ان انا يرجعها لي ايه زي ما هو كان مرتبها بقى. ما اعرفش هو كان مرتبها ازاي. تمام ماشي. يبقى احنا كده كفرنا الاوردر باي وكفرنا الايه هنا الفيندورز. ماشي خلاص. هقول له ايه بقى؟ تيست كيس رقم 5 verify all items come with picture and price and a name. برضو English. هاي verify. في الآخر هنقول له verify items details مثلا. هنقول له expected that every item should come with كذا 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 زي ما قلنا احنا. بس ايه بنختصر. هشرحها لك بقى ان اي ايتم من دول لازم يبقى له اسم ايفون 12، صورة، سعر. اسم، صورة، سعر، اسم، صورة، سعر. تمام. هنقول له تيست كيس رقم 6
verify button add to cart is appear. هاي بص بقى expected that every item come with button كذا اللي هو add to cart and is clickable and redirect to cart page. خد بالك في نقطة مهمة جدا، انت مش لازم تبقى يعني تكتب التست كيس بطريقة جنرال، لا انت عادي. لان بص، انت اهم حاجة الديفلوبر اللي بيقرا التست كيس بتاعتك، او انت ذات نفسك، يعني مش الديفلوبر، او سوري، انت لما تيجي تقراها، او لما يجي تيستر تاني يتست على التست كيس بتاعتك، يبقى فاهم انت بتست ايه. يعني انت لو في تيستر جاي بيتست ورايا يعني، او بيقرا الحاجات دي، فراكشنز اوف سورتنج ماشي، verify numbers of items number of items with the result of ايوه اللي هو عامل ايه expected result of match. يعني هو قصده ان الريزلت ماتش عدد العناصر مش عارف ايه. هو لازم يفهم، انت مش لازم بقى طريقة ما وطريقة صعبة، لا هو انت اكتب بأي طريقة، بس انت بس فكرتك حولها لانجليزي، ويعني اللي وراك يفهمها. ماشي. يبقى احنا كده قلنا كفرنا الاد تو كارت، قلنا ان هو كليكابل وبيري يعني بي ريدايركت. خد بالك ان الحتة دي بتعملها تست كيس. وعلى فكرة دي بتكون مكتوبة برضو يا اما عندك في الفيجما بيقوم جايب لك كده، واقف لك كده على الحاجة، يا اما هو بيكون كاتبها لك في اليوزر ستوري. هنقول له دي ودي لوحدها على فكرة. تيست كيس رقم 7، اقول له verify button verify button color changes on mouse over. ماشي، لما الماوس ايه يتحرك عليه كده. طبعا medium الستبس هتقول له بقى ايه بعد ما تقول له هتقول له move the mouse on the bottom add to cart بين قوسين hover. ماشي، بين قوسين ايه hover expected when user move the mouse. هنقول له بين قوسين كده ايه hover عشان يفهم on button. طبعا add to cart his color should change to orange مثلا. ماشي. في نقطة مهمة معرفش انت خدت يعني انت آه في نقطة في نقطة مهمة معرفش انت خدت بالك منها ولا لا، ان انت لو الايتم ده اوت اوف ستوك، هو هنا مش عاملها عامة، بس لو الايتم ده اوت اوف ستوك
تيست كيس رقم 7. verify behavior انا عاوزك تعرف سلوك of system when item is out of stock. هقول له medium expected that the bottom disabled. تمام. and user cannot add it to cart. بس كده. طبعا في الستبس تشيك، هتقول له تشيك او try to add item out of stock to cart. انا مش مركز على الديتيلز، الفكره انها بتاخد وقت كبير، فانت طبعا يعني انا بقولها لك كده ايه شفوي كده. ماشي. ماشي. خلينا نكمل. يبقى احنا كده قلنا الاد تو كارت عملناها، والفانكشناليتي بتاعتها والهوفر كده اللي انا بعمل كده. وقلنا الاوت اوف ستوك يعني مش موجود هنا قدامنا، بس ماشي. قلنا الاوت اوف ستوك، وقلنا ان لا، كل ايتم المفروض يبقى فيه الصورة بتاعته والاسم والسعر بتاعه. ماشي. وخدنا معانا السورتنج، وخدنا معانا الاوردر باي، وخدنا معانا التلات الصور اللي فوق والسيرش. ماشي. ماشي. خلينا نقول verify that user can add any item to favorite. اوكي. ايه شغال يا عم. ماشي. ماشي. يبقى تاني verify دي رقم 8. test case رقم 9. verify adding any item to favorite. ماشي. medium هنقول try to add any item to favorite في الستبس. هنقول في ال expected result هنقول expected any item should have favorite uh, favorite icon and the user can add this item to favorites. ماشي كده. كده تمام. نرجع تاني للويب سايت. نرجع تاني للويب سايت بتاعنا. ماشي. يبقى احنا كده كفرنا الايتمز والموبايلات ذات نفسها، وان انا مش عارف ايه، وان انا اضيف الموبايل للكارت وكل حاجة. لو انت هتقول فاضل عندي ايه، فاضل عندي، انا مش هكفر قوي لان هو مش كاتب فيها حاجة الحقوق والكلام ده كله، مش هكفرها قوي. فاضل عندي الايه العربية. خد بالك الاتو كارد دي ليها حاجة لوحدها، فانا برضو مش هكفرها دلوقتي. يعني هي ليها طبعا الاتو كارد دي قصة، ان شاء الله لما نوصلها دي قصة، فليها حاجات كتير لوحدها يعني.